السلام عليكم البنات، كيف بقيتو؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. الاحوال ديالكم طيبه. قبل ما نبداو هاد لا فيديو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنات كيف ما شفتوا عندنا دجاج محمر، غادي نديرو دجاج معمر بالكبيده وبالمعدنوس. كيجي زوين بزاف. رائع البنات. بقاو معايا مع المقادير اللي كيكونوا جد بساط، ولكن قبل كنكون عندنا 3 دجاجات، يكون حجم اللي بغيتو، يا متوسط يا كبار. كنغسلوهم مزيان بالماء والملحه والليمون. وغندوزو مع المقادير كيف ما شفتوا. عندنا الملحه، سكينجبير، الابزار، الخلقوم، الفلفله حمراء، لا موطارد، الخل، وياغورت مسوس طبيعي يعني، والزيت البلديه. ولا ما كانش عندكم الخل، من الاحسن يكون الحامض. يعني انا حيت ما عنديش الحامض غسلت به الدجاج، ما بقاليش درت الخل ديال الحامض. كنديروا سكينجبير، الدجاج كيبغي سكينجبير كنديروا. حيت عندي 3 دجاجات كنديروا كميه كبيره ديال سكينجبير. كنديروا هكا 3 المعالق ديال سكينجبير، وكنديروا 2 معالق ديال الابزار. كنديروا التوابل ديالنا كاملين البنات، وكنخلطوهم مع ياغورت طبيعي حتى كنحصلوا على داك لاصوص. وكنقبطوا صدر الدجاج ديالنا، كنحاولوا نعريوه من الصدر، وكنقبطوه هكا عود ديال الشواء ولا كاردون ولا اي حاجه. كنحاولوا كامل نتكتكولوا داك الصدر ديالو كامل 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 باش تدخلنا العطريه البنات. وكنحاولوا ندخلوا بحال هكا وسط الجلده، وندوزو على الفخيط حتى هو باش كيشرب لينا داك البنه. كنحاولوا يعني الدجاج ديالنا كله هكا، نحاولوا نعريو الجنيبات، الصدر، شرموله، ندخلوها له في جميع العناصر ديالو. كيف ما نسيت البنات، راه كاينه حتى الثومه، حتى هي درتها في هاد الشرموله. وغادي نزيدو المعدنوس ديالنا اللي قطعته في الهشوار. ودرت غندير شويه ديال الخرقوم، وندير شويه ديال الابزار. البنات راني دايره حتى كورنيشو، راه كاين واحد اللون مختلف عليه، راه الكورنيشو درتو باش يعطيني داك مذاق الحموضه، راه هو اللي كنوريه لكم. والفلفله حمراء، واللي كيبغي يدير الحار يدير. انا غادي ندير واحد الكميه قليله ديال الحار. كندير الكميه قليله ديال يد الحار ديال السودانيه ولا ديال الهريسه اللي بغيتو. وكنزيد القليل من زيت الزيتون. اللي ما عندوش زيت الزيتون يمكن له يدير الزيت العاديه، زيت النباتيه صافي. وكندير هنا الثومه، راه كيف ما عارفيني انا الثومه كنغسلها وكنحكها بالقشور ديالها. ما كاينلاش عاد نبقى نقيها، كتجي زوينه صافي. كنحرك داك الشرموله ديالي، وكندير الكبده ديالي اللي سلقتها. درت ليها ورق الرند والثومه والليمون باش تحيد لها داك الجهد. كنسلقها غير شويه باش تحيد لها داك الزفوره ديالها، وكنصفيها وكنقطعها هكا طريفات اللي يكون كبابرين شويه ماشي صغار صافي. وكنبقى نعمر الدجاج ديالي كيف ما كتشوفوا. ما تحمروش بزاف حتى يدكسو، زعما بقاو تحشيو غادي يطرطق لكم الدجاج من الجناب. حاولوا عمروا كميه معقوله كيف ما كتشوفوا بحال هكا الدجاج ديالنا. ونخليو منين غادي نسدوه، حيت انا راه غادي نشدو بالكيردون كيف ما موضح في الصوره. كندير كيردون ولا العود ديال الشواء اللي كيكون شويه صغار ماشي كبار. ما كنتفادى نبقى نخيط وداكشي صافي. كنجمعو هكا كتجي جمعه زوينه، ما كيتشتت ليا ما حتى شي حاجه. حتى الا بغيت نهز الدجاجه ونقلبها على صدرها ما تكون كتفور، كنلقى منين نهزها وكنحط الدجاج هكا على صدرو. البنات ضروري هاد المرحله، حيت انا الدجاج ديالي ما غاديش نخليه يطيب بزاف، غنطيبو نص طيبه هكا مفور. والصباح ان شاء الله غادي نحتاج العمليه راني كنديرها في الليل كما موضح لكم في الصوره، راه الظلام. غادي نفورو نص فوره، وغادي نديرو في الثلاجه حتى الصباح. عاد غادي نديرو في الفران. الناس كيف ما كتلاحظوا انا الدجاج ديالي درتو في الفران، دهنتو بلا موطارد وشويه ديال الهريسه وزويته ولا زبيده اللي عندكم، ودهنتهم مزيان ودرتهم في الفران ديالي. راه ما تصورت ليش داك القيطه كيجي زوين وكيتحمر وياخذ واحد اللون اللي مذهب. وما صورتش لكم طبق التقديم حيت جاو الضياف وتشغلت معاهم. كنتمنى هاد من الاعجاب ديالكم، وخليتكم على خير فيديو لاحق ان شاء الله. وغير جربوا البنات، هاد الدجاج راه كيجي لذيذ لذيذ وفتيتي وزوين.
تبعوا هادشي اللي قلت لكم بالطريقه كلها اللي قلتها لكم. وخا المبتدئات راه غيجيكم الدجاج زوين. خليتكم على خير، فيديو لاحق، باي باي.